اهم خطوة بقى في الفتة العيش او الخبز اللي احنا بنحطه تحت الرز كده بالصلصة. لو متبل كويس ومعمول بطريقة كويسة قوي هتاكلي فتة عمرك في حياتك ما اكلتيها. علشان كده بنجيب الخبز او العيش ونقطعه كده صغير، ويا سلام بقى لو الخبز ده بلدي، ونحط عليه معلقتين سمنة وفص ثوم، ونفضل نقلب فيه لغاية لما يكون متحمص معانا بالشكل ده كده. سامعين صوته؟ تمام. وبعد كده الصلصة برضو بتاعة الفتة بتكون مميزة كده ومختلفة عن اي صلصة تانية، لانها بتتعمل بس بالثوم. طريقتها بنجيب 4 فصوص ثوم ونفرمهم كويس ونحط عليهم شوية زيت، واول ما يكون لونهم ذهبي بننزل عليهم بمعلقتين خل، شايفين؟ وبعد كده نحط عليهم الطماطم المفرومه. بتكون كده ايه يعني قوامها لا هو تقيل قوي ولا خفيف. طبعا اللحمه برضو ما شاء الله يعني اللهم بارك، لما بيكون فيها عضمايه كده حلوه بتدي برضو المرقه. بصوا المرقه ما شاء الله دسمه وجميله، ما فيهاش اي الريم او الحاجه اللي بتكون طالعه على وش المرقه، لان احنا عاملينها مشوحينها. بنجيب حته دهنه اللي بتكون مع اللحمه عامه يعني، وبنروح مشوحينها الاول ومنزلين عليها اللحمه، نفضل نقلب فيها شويه لغايه لما تاخد اللون اللي متحمر شويه كده، ونطلع الريحه بتاعه التحميره بتاعه اللحمه، وبنضيف عليها شويه ملح وفلفل اسود. تمام. ونحط بصلايه جزرايه. اهم شيء برضو في اللحمه بنحط جوز الطيب. اما بطل بقى الفته الرز الابيض اللي معمول بالزبده. بصوا ده بقى الفته لازم يكون معاها الرز الجميل الابيض ده، بيكون حاجه كده ريحه وطعم ونفس جنان يعني. وهنعمل شويه فته كده حلوين لاول يوم العيد. بنعد عليكم الايام بخير يا حبايب قلبي. اهم حاجه تعملوا لايك يا حبايبي، دوسوا لايك دلوقتي. اي حد وصل للمرحله دي معانا يدوس لايك على الفيديو، وهنكمل الفته بتاعتنا وهنشوف شكلها.